اهلا بكم في حلقه جديده، وحلقه النهارده معنا خدعه جديده ويلا بينا نبتدي. في البدايه السحر كان معاه كوتشينتين، واحده حمراء وواحده زرقاء. طلب من مقدمه البرنامج انها تعمل نفس الخطوات اللي هو هيعملها بالظبط. في البدايه السحر فنط الكوتشينه وطلب منها هي كمان ان هي تفنط الكوتشينه، وبعدين قسم جزئين من الكوتشينه وهي كمان قسمت جزئين من الكوتشينه، وفي النهاية حط ورقة من الكوتشينة اللي معاه للكوتشينة اللي معاه، وهي كمان حطت ورقة من الكوتشينة اللي معاها للكوتشينة اللي معاه. بس لما فردوا الكوتشينة في النهاية اكتشفنا ان الورقة اللي هو اختارها والورقة كمان اللي هي اختارتها نفس الورقة بالظبط. دي كانت خدعة النهاردة، وقبل ما اروح للشرح لو لسه مشتركتش في القناة انزل واشترك في القناة، وكمان ما تنساش تعملنا لايك يا جميل، ويلا بينا نبتدي. وخلونا في البداية نشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها في الخدعة دي. في البداية محتاجين ورقتين، ورقة ظهرها احمر وورقة ظهرها ازرق، بس يبقى هما الاتنين نفس الرقم. محتاجين ورقتين كمان، ورقة عادية خالص بس هنحط في وشها دبل فيس، وورقة كمان عادية بس هنتنيها علشان تبقى فاصل ما بين الورق. كده اللي عندنا 4 ورقات، ورقتين شبه بعض، ورقة في وشها دبل فيس، ورقة متنية علشان تعمل فاصل. هناخد الورقة اللي ظهرها احمر هنحطها تحت خالص في الكوتشينة، وهنحط فيها كمان الورقة اللي في وشها دبل فيس. وخلينا فاكرين ان دبل فيس اللي استخدمه الساحر هو شفاف، انا اللي مستخدمه هو فعلا ظاهر جدا وما ينفعش تلعب بيه الخدعة. وخلونا نشوف الترتيب اللي عندنا دلوقتي. عندنا الترتيب، اول ورقة ظاهرة قدامنا هي الورقة اللي فيها دبل فيس، الورقة اللي بعدها هي الورقة اللي هنلعب بيها واللي ظهرها لونه احمر، وبعدين هناخد الورقة بتاعتنا اللي ظهرها لونه ازرق اللي احنا اساسا هنديها للشخص اللي بيلعب معاه الخدعة دي، هنحطها في التلت الاخير من الكوتشينة، وهنحط فوقيها الورقة اللي احنا تانيينها. يبقى كده الورقة اللي احنا تانيينها عاملة فاصل ما بين الكوتشينة وما بين الورقة اساسا اللي احنا هنديها للشخص اللي بنلعب معاه الخدعة ده. يبقى كده كل الورق وكل الترتيب اللي احنا بنعمله في الكوتشينة اللي لونها ازرق اللي احنا بنلعب بيها، انما الكوتشينة اللي مع الشخص واللي هي اساسا لونها احمر طبيعية جدا ومفيهاش اي حاجة خالص. وبعدين هنقول له قلب الكوتشينة، واحنا كمان هنقلب الكوتشينة، بس نخلي بالنا واحنا بنقلب الكوتشينة نبقى بنعملها بنفس الطريقة اللي قصادنا دي، نبقى لسه محافظين على الورق اللي احنا مرتبينه من تحت، وكل الورق اللي بيتقلب في النهاية هو الورق اللي من فوق، الورق اللي مفهوش اي ترتيب خالص. وبعد ما نقلب الكوتشينة الشخص اللي قدامنا هيتخيل فعلا ان احنا قلبناها، انما احنا في الحقيقة هنفضل محافظين على الجزء اللي احنا مرتبينه. وبعدين هنطلب من الشخص ده انه يقسم اول جزء وبعدين يقسم تاني جزء. في الوقت ده هناخد احنا اول جزء وتاني جزء، هنبقى حريصين جدا ان احنا ناخد الورقة اللي احنا تانيينها وعاملة فاصل في الكوتشينة، وبكده يبقى الورقة اللي بعد الورقة اللي عاملة فاصل دي هي الورقة اللي احنا هنديها للشخص اللي قصادنا دي، لان احنا اساسا مرتبينهم من البداية وحاطين الورقة اللي احنا هنديها للشخص ده تحت الورقة اللي احنا تانيينها. وبعدين هندي للشخص ده الورقة وهو كمان هيدينا ورقة من عنده، انما الورقة اللي هو هيديها لنا من الكوتشينة بتاعته مختلفة تماما وملهاش اي علاقة باللي احنا عايزين نوصله في النهاية. بس اول ما يحط الورقة بتاعته هنحط الورق بتاعنا اللي هو اساسا فيه دبل فيس في النهاية، وبكده اول ما نحط الورقة بتاعتنا على الورقة بتاعته الدبل فيس هيلزق في الورقة بتاعته ويبقى هما الاتنين ورقة واحدة بس. وبكده لما نفرد الكوتشينة هنكتشف فعلا ان الورق متشابه، والشخص اللي احنا هنلعب معاه الخدعة ده مش هيتوقع ابدا ان احنا مجهزين اساسا ورقتين شبه بعض، ورقة اديناها له وورقة كنا مخبينها في الكوتشينة بتاعتنا طول الوقت، انما الورقة اساسا اللي هو خدها وحطها في الكوتشينة بتاعتنا فهي ملزوقة اصلا في الورقة اللي فيها دبل فيس. ودي كانت الخدعة بتاعتنا النهاردة، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وتنزل تحت تعمل كومنت جميل علشان اجمل كومنت يظهر معانا الحلقة اللي جاية. اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.